الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سبحانه وتعالى الماجد البديع البارئ المصور من له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله، وصلى الله وسلم على من هو أنا فداء لقبرا هو ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، كامل النور المصطفى سيدي أبا القاسم، ورضي الله عن الشموس الأعلام سادات العدل والإنصاف والأخلاق والإحسان أهله وأصحابه. طبعا يا أخوان ما في شك، تحياتي لكل الناس الكرماء الطيبين الصلاة الذين هم دائما معالم وشموس في هذه الظلمات والعتمة من بحر الاستكبار والظلم والطغيان والجور والاستبداد الذي جثم على بني أنا وبعدني شلت أنا وبعدني وبني زطية وبني سرسري وبني 16 كلب. أي والله تحياتي للأصلاء الطيبين الذين يلعنون أبناء ولد 16 كلب. هيثم الخنيث ولد القحبة لعنات الله عليه إلى يوم القيامة، هو وحكمه حكم القحاب والمخانيث في عمان. يا أخوان سلطنة القحاب والمخانيث التي لم ترسخ أي قانون أو عدل أو إحسان. والله يا أخوان وقفت على مقطع والله العظيم لابن وأخ عماني، يعني كان أولا هو كان يتكلم، طبعا وصلت يعني هذه حقيقة يا أخوان. هذاك الشرشري الغبن كما يسموه في عمان في قلهات ودار سيت ودار أبو حنتوش، الغبن يسموه الغبن، هيثم الغبن معروف عندهم. والله العظيم نحن لا نأتي بشيء من عندنا يا أخوان، نحن ننقل لكم ما يقولوه العمانيين عن هذاك الخنيث ولد القحبة حاكمهم مع حكومة القحب والمخانيث. والله العظيم واحد عماني كان يجلف السلطان ويمدح ويتكلم وجلالة السلطان حفظ الله سلطاننا، سلطان معظم، السلطان هيثم سلطان معظم سلطاننا. من بعد صار في تسجيل بعد وقت. الله يلعنكم بلاد حرام الصوت والله العظيم. طبعا هذه حقيقة راسخة يا أخوان. الذي يحكم عمان لا يمكن له أن يحقق لأي إنسان ما لم يكن هو واحد من أولاده أو واحد من أولئك الجرابيع الصعاليك الكلاب الذين سرقوا عمان والعمانيين وامتصوا دماء العمانيين ولم ينصروا حقا أو معنوفا، إنما جزاءهم عند مولى محاكم العدل والإنصاف الله جل جلاله. يعني الشخص الذي طبعا يا أخوان هم هيثم الكلب ولد الحرام الخنيف هو أهل أولئك الكلاب الذين سرقوا عمان والعمانيين ما سيلقوا عند الله أكثر بكثير من هذا السب اللي نقوله له ابن قحبة خنيس سفلة. أي سبة أو شتيمة له أقل بكثير مما سيلقى عند الله ولد الحرام الذي أخذ ما ليس له به حق ولم ينصف ولم يقم لأي نتفة من الأخلاق. يعني وين القيم والأخلاق والتواضع والمثل والدنو والشيء من الفضيلة؟ بعيد عن وجهه ولد الحرام سكير عربيد ابن حرام سفلة. طبعا يا أخوان نريكم بعض المقاطع لشخص أرسل لي أخ عزيز. طبعا هذا حال العماني مسكين يموت بيته مهدم عليه وهو مسكين لا زال حفظ الله سلطاننا جلالة السلطان، وهو يموت حتى ينتهي ومن بعد يسب ويلعن سلسبيل جده. ورحمة الله وبركاته.
أولا شيء وقبل كل شيء أقول الحمد لله رب العالمين على كل حال. مواطن عايش على هذه الأرض الطيبة الطاهرة بقيادة مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عزه الله مسكين. وأيده إن شاء الله بالحق، يا سلام. وتحت رايته له منا السمع والطاعة. طيب. مولاي حضرة جلالة السلطان المعظم مواطن مكلول في هذه الأرض الطيبة الطاهرة. أناشدكم بالله العلي العظيم أن تنظروا في حالي، إنسان مريض بالقلب، قسطرات، قولون، كل أمراض الدنيا موجودة فيني. عندي حرمة موجودة فيها، عندها السكر والضغط وكل أمراض الدنيا فيها. أمي المقعدة موجودة في هذه الغرفة حاليا والبيت لا يصلح للسكن. الله سبحانه وتعالى لطف إنها ما كانت موجودة في الغرفة، كانت في الصالة. الأنواع المناخية السابقة كان طاح المطبخ. موضوعي في وزارة الأسكان رفض 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 رفض. إيش الأسباب؟ أنا ما أستحق أني أنا أعيش بكرامة على هذه الأرض الطيبة. مولاي أناشدك بالله العلي العظيم أن تنصفني من وزارة الأسكان وتنصفني من الحماية الاجتماعية. أنا مظلوم في هذا البلد وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنك تنصفني. هذه حالة البيت اللي أنا ساكن فيه، البيت ما ملكي، البيت جالس فيه كأني جالس في أجار. قدمت على الاستثناءات عن طريق أنا روحي قدمت مولاي، تم الرفض المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. موضوعي موجود في التنمية الاجتماعية في ولاية صحم، وتم زيارتي وأمروني بإخلاء المنزل، لكن أنا ما عندي الوسيلة اللي تخليني أنا أخرج من المنزل. لا وظيفة، لا حماية اجتماعية، لا أمان وظيفي، لا شيء يذكر من هذه الحياة ممكن أنها تسعدني. أناشدك بالله مولاي، أناشدك بالله مولاي. طبعا مسكين يناشد بالله هذاك الصرصري ولد الحرام ولد القحبة. وأقسم بالله العظيم لو هيثم ابن الحرام هذا المواطن الفقير المسكين اللي طاح عليه بيته وساكن ما أعرف في إيجار ولا ساكن عند حد، ما أعرف ساكن في إيجار ولا ساكن عند حد، قسما بالله العظيم لو هذا المواطن المسكين الذي يستنجد ويطلب هيثم ويناديه ولك منا السمع والطاعة جلالة السلطان، قسما بالله لو هيثم أجاب له أو طلع في تسجيل عطوه بيت وأنصفوه، قسما بالله أنفق إيش أقول لك، والله العظيم لكم مني أي واحد يشوف نعطيه 1,000,000 ريال عماني، 1,000,000 ريال عماني نسلفها من عند حد عزيز كريم يعطينا 1,000,000، لكن لن يحصل والله، لأني أنا على يقين إنه لن يحصل، لن ينصفه. سيبقى هذاك مسكين العماني اللي جالس يعبد هيثم مولاي جلالة السلطان، ولك بتسمع ولك ما أعرف إيش، وأنا بيت مدمر والبيت طاح وحالتي وكذا، وأطالبك بالله وأستنجدك بالله وأناشدك بالله، لن يجيبه. هذا المواطن سيموت في هذاك البيت إلى جهنم وبئس المصير. وقسما بالله لو أنصفوا ولا أجابوا هيثم أو أعطاه بيت أو أنصفوا لكم مني 1,000,000 ريال عماني كاش نقدا وعدا تعدوها على رؤوسكم يا أولاد الحرام، قسما بالله. يعني هذول أولاد الحرام طبعا لا يرتعدون، يعني نحن قلناها 1,000,000 مرة، يعني لم نصل إلى أنه هذا ولد القحبة الذي يحكم عمان، الخنيث السفلى مع المخانيث والسفل الذي كانوا يحكم عمان قبل منه. طبعا لا يهمهم ما يقع للعماني، يطيح عليه بيته يموت ينتهي. يا أخوان لا علاقة. أنا أستغرب والله العظيم حجم النفاق والكذب في هذا الوطن أصبح هو السمة الغالبة في المواطنين والمحكومين والحاكم، كل واحد فيهم ينافق الثاني، وهذا ينعكس حتى على سياسة عمان. يعني تخيل يا أخوان، مثلا على سبيل المثال هذه حقيقة تاريخية، أي واحد فيكم يكتب بس بجوجل، ماذا فعل الأباضية في الشيعة وماذا فعل الشيعة في الأباضية. يعني وهذيك إيران أصلا ليست هم شيعة، وهذا هيثم ليس هو أصلا أباضي، لأنه كل واحد فيهم في الحقيقة في الأسانيد المذهب الأباضي
الأباضية يلعنون الشيعة، والشيعة يلعنون الأباضية. يعني كل واحد فيهم هم الفرقتين التي تلعن في مراجع كل منهم، الشيعة والأباضية كل واحد فيهم يلعن الثاني. تخيل كيف حجم هذا التآلف الآن بين إيران وعمان، وهم كل واحد فيهم يعني حبيب الثاني. يعني هذا شيء ما هو يعني ما الهدف يا أخوان؟ هو لأنه أولا عمان هي أمريكا وإسرائيل، وثانيا هذولاك يظهرون بمظهر أنهم يهيمنوا ويسيطروا على هذيك الدول والمنطقة، وطبعا ينافقون عمان، وهم عمان ينافقون إيران، وفي الحقيقة كلهم منافقين لبعضهم بعض. ولهذا راحت عمان وقصفت، راحت إيران قصفت عمان يعني بعدد من الصواريخ. موجود في هذه القناة فيها قائمة الصواريخ التي قصفت المناطق العربية في هذيك الخليج، من بينها عمان. طبعا هم عمان عد أقل، لكن ضرباتهم بكم من صاروخ علشان تكرمهم، يعني تقوم لهم بالواجب. لأنه يا أخوان كما ترون يعني هي عمان هي القاعدة الأمريكية البريطانية للزحف ولغزو أي منطقة. عمان هي من عندها يعني انطلق الضرب لصدام حسين، يعني صدام حسين والعراق قصفت من عمان، قصف من عمان على طول، لأن القواعد العمانية هي آمنة وبعيدة لهذيك المنطقة لكي يمارس الأمريكان والإنجليز قصف أي منطقة أحبوا دمارها في هذيك المنطقة. فعمان هي المساحة الآمنة لهم والتي فيها السعة لقصف وضرب أي منطقة في الخليج. طبعا يا أخوان ما في شك يعني هذا النظام الكافر في عمان يعني واهم أي إنسان يا أخوان لا يمتلك أي خزان معرفي وثائقي عن هذه الطريقة التي يحكم بها عمان. أين جميعا سعيد بن تيمور لابس البدل والكرافات ربطة العنق والمعاطف، وكأنه مغني البلوز بوب مارلي أو مغنيين الجاز أو جورج هوليداي ولا يعني هذولاك يعني ولا ويتني، يعني ايش اقول لك يعني، ولا مغنيين الجاز والبلوز. هذا في الخمسينات في الستينات لابسين البدل المحاطب. والعماني مسكين مسحوق مريض بالكوليرا والتوفيد والقرب والطاعون والجوع والجهل والتخلف. طبعا لما سعيد بن تيمور يا اخوان يمنع الراديو عن عماني اشترى راديو مسكين يسمع الاخبار ما وقع، يحبسه، يروح سعيد بن تيمور يحبس هذاك العماني وياخذ منه الراديو، ياخذ حتى راديو، ياخذ أملاك الناس وحقوقهم التي اشتروها بحرمانهم. هو لم ينفق عليهم، بالعكس سعيد بن تيمور شردوا العمانيين، راحوا لزنجبار، راحوا للخليج، شردوا تأذوا تعذبوا. طبعا يا أخوان من كان هو أول، والله العظيم كان عندنا شخص أول في بدايته كان معاه شوية يعني كلنا نعرفه مسكين الابن الغالي طبعا، مثل حسن خاطر، الابن الغالي حسن خاطر، ابن العالي حسن، يعني هو كان يمدح السلطان، وهو كان موجود في لندن يمدح السلطان، وفي النهاية وصل إلى قناعة، عرف الحقيقة، رأى الحقيقة بعينه إن السلطان، فتم هو لم يعد يلعن السلطان، يصير يلعن الحكومة ويلعن الشعب العماني. ليش؟ لأنه وصل لحقيقة، عرف إنه هذه الحقيقة هي الحقيقة الراسخة، لأنه لم يعد يا أخوان هو سبب أذية أي إنسان عماني يحسب ويفكر إنه السلطان في خير أو الحكومة تحته هم الأشرار، وهم غير صحيح. هو عينهم وهو أتى بهم ليمارسوا هذا الشيء. هو لا علاقة له الذي يحكم يا أخوان. أنت ما تلوم الموظف، تلوم الذي جعله ومدله هذا الموظف أن يعتدي، يظلم، يصل إلى هذه الحالة من الحيف والجور والاستكبار. من جعلوا في هذاك المكان، وهم هؤلاء كلهم
أنا وبعدني، يعني ناس أشد ابن أشد، تجد كلمة أشد ابن أشد، هو يعرف إنه هذاك دجاجة ابن دجاجة، وتأتي بأهازيج وأغاني تعبر عن التأشد والقوة والهيلمانة، وهي العكس تماما يا أخوان. نعاج خراف دجاج جرابية، يعني هو يقول لك أشد ابن أشد، أنا وبعدني أشد ابن أشد، ولأنه هو يعرف هذاك دجاجة ابن دجاجة، وهو عارف نفسه دجاجة ابن دجاجة، وهو عارف نفسه ابن قحبة خنيف يعني. ولهذا تجد دائما التسميات وما يعرف بالعاجي والرجحة، وهذا يضع عبارات وجمل فيها التأشد والقوة والشجاعة، وهي العكس، هي العكس تماما. هم كلهم جبناء، أنذال، سفهاء، منافقين، لا يصمدون دقيقة أمام ساعة من الحق والحقيقة، يعني ناس قرابيع، ناس وسخ يعني، وهم حكم الله ماض فيهم. رأيت هذاك المسكين العماني بيته طاع على رجله، وجلس يمجد في هيثم ويمدح، وقال السلطان وسلطاننا وانت ما اعرف ايش والمعاظم. وشوف والله العظيم هو طبعا هذاك العماني المسكين طاح عليه بيته، هذيك حتى ما هي هو سكن مستاجر او حد اعطاه سكن، وهذاك السكن طاح. طبعا المفروض الحكومة تعطي الناس سكن، لكن تخيل هل حد سيجيبه أو يرد عليه؟ اللي جابه ورد عليه شوف وجهه، والله العظيم لا حد يجيبه ولا حد يعبره إلى جهنم وبئس المصير. شوف أنت التأمينات الاجتماعية قال لك مشالهم، ما حد عبره، والآن راح لهيثم، وإذا هيثم رد عليه ولا حد رد عليه شوف وجهه، والله العظيم ولا حد يرد عليه ولا حد يعبره، سيموت وينتهي إلى أسفل سافلين. لأنه هؤلاء الناس لم يقف يعني لقول كلمة الحق، وينكر هذا الكافر الظالم النجس الذي هو كل هذا السب وكل هذه الإهانات وكل هذا الانتقاص لذلك الخنيث ولد القحبة الذي يحكم عمان هو ومن معه. يعني هو أقل بكثير مما سيلقى عند الله جل جلاله، الحكم العدل ما سيلقى عند الله الحكم العدل أقل بكثير من سب وقول فيه إنه ابن قحبة وإنه خنيث وإنه خائن وعميل وكل وسخ وكل حثالة وأوساخ وقذورات الدنيا فيه وفي من يلف لفه من أبناء الحرام الصعاليك. ما يعرفوهم العمانيين بعضهم بعض، يعني يعرفون في حلة معرف بني حنتوش في عمان، حلة بني حنتوش معروفة، هم كبار المطبلين لعمان، يعني لهذاك حاكم عمان اللي هم يعرفوهم سطوط والبيادر وما اعرف ايش، يعني قصص يندى لها الجميل. شر البليه ما يضحك طبعا شيء مضحك، شر البليه فعلا ما يضحك والله العظيم. الحياة جالس طاع عليه البيت، جالس لا زال يهلل ويمجد فيه، يعني انت رحت عندهم وعملت لهم وتكلم ولا حد عبره. وشوف إذا حد عبره لك مني 1,000,000 ريال يا مشاهد يا عزيز يا كريم، 1,000,000 ريال لو جبت لي مقطع إنه عطوه بيت وكرموه وأنصفوه وأعطوه عيش كريم، هذا المواطن الذي يصيح طاع عليه البيت، لو جبت لي مشهد له إنه سكن وعطوه بيت، قسما بالله اللي يرسل لي مقطع أعطيه 1,000,000 ريال. طبعا هو لن يحصل لأنه أنا ليس عندي 1,000,000، وهو لن يجد سكن ولن يعطوه شيء، سيموت في هذيك الخربة اللي طاحت عليه السقف وهذاك شيء، لأنه هيثم ابن حرام ابن قحبة لا يهمه ما يقع للعمانيين. هذه حقيقة يا أخوان، هذه حقيقة. هذا خنيث ولد القحبة الخائن العميل لا يهمه ما يقع للعمانيين. هو يتنافقون، هو في السر يقول لهم قصفوا الإمارات، يقول للإيرانيين اضربوا الإمارات، اضربوهم، اضرب أحسن لكم، الإمارات هي الخائن. ويقول للإيرانيين اضربوا السعودية، اضربوا دول الخليج. هو طبعا هيثم وهذاك الزبطي الغبن وزير خارجيته، هو طبعا يحرضون إيران على ضرب الإمارات وضرب الخليج. هم السبب في ضرب إيران للخليج وللإمارات، والله العظيم هذه حقيقة يا أخوان، نحن لا نخفي الحقائق، نقول كلمة حق في سبيل الله. هم السبب في أنه يقولوا لإيران اضرب السعودية، اضرب الإمارات، اضرب البحرين.
حاقدين، ايش حاقدين؟ وهم شغلهم هذا شغلهم، يعني ولا كيف تتآلف إيران مع عمان؟ يعني على حساب الإمارات وعلى حساب احتلال إيران لجزر الإماراتية، وعلى حساب قصف إيران للإمارات، وعلى حساب قصف إيران للبحرين وللسعودية وللكويت. يعني ولا كيف هو النظام الحاكم الكافر في عمان كيف هو يصادق إيران، يكون على صداقة ووئام، وطبعا هو يدفع لإيران الأموال، يدعم إيران، يدعم الحوثي الذي قتل الإماراتيين، قتل السعوديين، قتل، يعني هم في هذا قبل مصيبة ترامب وعدوانه على هذول طبعا. لكن الأصل في العدوان من عمان هي الخنجر الخفي في قتل الجنود السعوديين، قتل الإماراتيين، الكيد للخليج. هي خندق إيراني بالنفاق، نفاق. هذولك الإيرانيين ولاد حرام ينافقون هذاك ابن الحرام العماني، الكلب الخنيث العميل، الذي هو طبعا في التاريخ وفي الأساس المذهب الأباضي هو العدو الأول للمذهب الشيعي، والمذهب الشيعي هو العدو الأول للمذهب الأباضي. اقرأوا في التاريخ يا أخوان، يعني هذه مجلدات، اقرأوا في التاريخ، بس اكتب ما هي قصة الشيعة والأباضية وما هو في التاريخ. شوف يعني هم أعداء، وكيف يكون هذا التآلف بين عمان وإيران؟ لأنه هم اثنينهم أصلا لا شيعة ولا أباضية، هذه الحقيقة يا أخوان. اثنينهم صهاينة منافقين ولاد حرام، وعمان بالذات هي الخنجر في ضرب وقصف الإمارات وقصف الخليج، هي الخنجر والله العظيم. هي عمان تصفق لأنهم ربحوا الفلوس، باعوا الغاز، باعوا النفط على أيام القصف وضرب الإمارات. لما قصفت الإمارات، قصفت السعودية، قصفت قطر، قصفت الكويت، طبعا عمان باعوا النفط وباعوا الغاز وارتاحوا وغنوا، عملوا الرزحة، أسد ابن أسد إيه، وهدرك في صلاة قالوا يعني تموا كل واحد يعوي في مكان، كل واحد يعوي. طبعا أنتجوا شعب من العواء والعويل وناس كالحيوانات، يعني لم يعد هناك شيء من الفضيلة والأخلاق. وهذا الهدف، إنه هذاك ابن قحبة الذي يحكم عمان مع المخانيث والسفل والقحاب. يا أخوان ده عندنا سفيرة قحبة، سفيرة قحبة تمثل البرونو، يعني يمارس كل سفيرات عمان والنساء الذين يعني خارج عمان لتمثيل عمان. طبعا ما الهدف؟ يعني ليس رجال في عمان حتى يكونوا سفراء، لكن هو يروج للدعارة، يروج لإرضاء الغرب، إنه عندي نساء، تعالوا ركبوهم تشرب الخمر، ترقص، تلعب، تعمل كل شيء لك أنت، هذه سفيرة لكم، يعني اعملوا معها كما تحبوا. هذا هو الإيمج، هذه الصورة الحقيقية. هذا العماني مسكين يمط على بيته في 60 داهية. قسما بالله لو أعطوه بيت ولا أنصفوه، والله أعطيك كذا، أرسلت لي مقطع إنه أعطوه بيت وأنصفوه وعاش عزيز كريم، أعطيك 1,000,000 ريال، قسما بالله أعطيكم 1,000,000 ريال. لكن في الحقيقة لن يحصل، لأنه لن يعطوه شيء، وأنا ليس عندي 1,000,000 ريال. لكن هذا بس مثل، هذا حقيقة. لن يعطوه بيت ولن ينصفوه، لا يهمه هيثم، لا يهمه أي كرامة أو عزة أو فرج أو تنفيس عن كرب لا يهمه. هذا الشيء بعيد كل البعد عن خيال أي مواطن إنه يظن هؤلاء الناس مسلمين ويعنيهم يعني تفريق الكرب وإعانة هذا بعيد كل البعد. هؤلاء الناس ليسوا مسلمين ولا علاقة لهم بالإسلام. هذه بس كلمة حق في سبيل الله لكم، واللعنة والسب يجي على هذاك هيثم ابن القحبة الخنيث السفلى، مع هذاك وزير خارجيته ابن قحبة وخنيث وسفلى وغبن، يعني وخذ وزيد عليه كل ما بغيت من السب والشتم والوسخ كله فيهم. وهم أهلا عن اقتدار، وهم أهلا عن جدارة واقتدار ولاد القحاب والمخانيث، والله العظيم سلطنة القحاب والمخانيث. تحياتي لكم، السلام عليكم.